وانا عملت ازعرينه وضربت كرسي في الكلوب. عصام يشيل النصبه وحده، كان نصر على طول يروح ويجي ويروح ويجي على نفس النظام عشان اكسر شيش. شوف الحته اللي جايه دي، يعني كان في شخصيه سياسيه كانت شغاله مع مين؟ مع مكتب الرئاسي. الشخص دي اول ما يوصل المكان الدنيا تتقلب، المطعم كله يتقلب ويجروا وراه، وكان ليه شيشه مخصوص بتاعت الباشي محطوطه على جنب ومحطوط عليها ستيكر. الباشا عطاك كام؟ قال له النهارده شكله ما معهوش فلوس، ولوى وشه العكر القصير المعرقص وتنى عيونه زي كدي. السوبرفايزر قلبه ابيض غلبان صدقوا. وجا يوم الاثنين وجات العزومه بتاعت المعلم نور. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه، ويلا بيني نكمل الحكايه. قال لي لا بس لازم برضه نعتذروا لك، واعتذر لي خاله وقال حقك علي، رجل محترم جدا بارك الله فيه. خدنا القعده وتمام التمام، وبعد كده خدني المعلم نور وقال يلا بينا على قهوه الخديوي. كانت يوم الاجازه. قال لي يا عصام ما تغيرش الشغل بتاعك دي. لما صارت العلاقه قويه بيني وما بينه قلت له ليه؟ قال انا مش معشبع منك، عايز اقعد معاك على طول. قال لي والله ما معشبع منك، واجازه شغلك دي ما مخلينيش اشوفك ولا اعرف اقعد معاك. يعني انت ما تشتغل بالليل وبالنهار تنام. قلت له لا ان شاء الله قريب، الله اعلم يمكن تحصل في الامور الوضع في الشغل مش مزبوط. قال لي الحكايه. قلت له والله يا اخي حصلت مشكلي وعلى موضوع جدي، وانا عملت ازعرينه وضربت كرسي في الكلوب. قال لي موضوعيه. قلت له موضوع التب، الجماعه اللي انا شغال معاهم ما يوزعوا التب على نفسهم ومش ما يدوني نصيبي. قال لي لا غلط، ما تسكتش على حقك يا عم عصام. قلت له لا مش هسكت، ما انا بلغت المدير والمدير جمعهم وخذ القرار وقال لي زيك زيهم في التب. راح نط نصر بكل غل وحقد قال خلاص خلاص يا مدير للسوبرفايزر، خلاص يا مدير عصام يشيل النصبه وحده. طبعا علام كان يوقف معاي يساعدني في لف الشيشه وكده، يعني عشان السرعه عشان ننجز لما يكون في ضغط، خصوصا في المباريات والسهرات وكده تضغط علينا الناس. كنا بالصلاة على النبي نلموا تب كبير، يعني ممكن 500 جنيه 600 جنيه تب. بس كان معروف ركن الشيشه معروف بالتب الكبير. وكان في شخصيات يا جماعه تجي المكان، يعني كان في شخصيه سياسيه كانت شغاله مع مين؟ مع مكتب الرئاسي.